المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز ما فيها من أنباء. إصابة 245 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط ينجز أعمالا مرضية. أنشطة لحماية التربة والمياه في فرع. فرنسا تعلق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية. النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية على فضيحة تجسس. وبمناسبة زيارة غانتس لها، واشنطن تجدد التزامها بتفوق إسرائيل العسكري. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 4 من يونيو في مراكز العزل بالإقليمين شمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 245 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 150 من الإصابات في إقليم شمال البحر الأحمر و95 في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 34 مريضا، 25 من الإقليم الأوسط و9 من إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4427، شفي منهم 3894، وتوفي 14 مريضا، فيما لا يزال 519 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 4 من يونيو 2021. أعلن قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط تنفيذ أعمال فاعلة بالتعاون مع المواطنين والشركاء في المجال الإعماري والبنى التحتية خلال 30 عاما. أوضح مسؤول فرع التصميم ورقابة العقارات والعمارة الأركتكتية في الإقليم مسفن محاري إن القسم ينشط لتقديم تصاريح صيانة وترميم المباني ومتابعة تنفيذ وجودة المشاريع، وصادق على حوالي 23 ألف خريطة تحسين وتوسيع ومباني حديثة، إضافة إلى أكثر من 57 تصريحا للصيانة. من جانبه أوضح المسؤول المؤقت لقسم الطرق من الدرجة الثانية المهندس براناوي تخليه تنفيذ أعمال بنية تحتية في أكثر من 842 كيلومترا من الطرق المسفلتة والطرق الترابية الجديدة، وكذلك الطرق المسفلتة والترابية الجديدة في قطاع أراضي الطيسة والموزعة بكلفة تبلغ أكثر من 2 مليار نقفة. وأشار إلى رصف مرور المشاة في مساحة تبلغ أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع بقيمة بلغت أكثر من 27 مليون نقفة، ووضع إشارات المرور في 46 ألف كيلومتر مربع بحوالي 5 ملايين نقفة. وذكر ممثل مكتب تخطيط المدن ومنسق برنامج الموروث الثقافي المهندس مدهاني دخل ماريام إكمال دراسة البنية التحتية لمدينة أسمرة المستهدفة 20 عاما بالتعاون مع وزارة البناء، وإعداد أعمال المسح لمساحة حوالي 1200 هكتار في سنبل ومايتمناي وحزحز وبيت مخاء وميحوصة، وشيدت عليها المباني في المرحلة الأولى، وإعداد مسودة الخرائط ل300 هكتار وقدمت للمؤسسات. وأوضح إعداد وثيقة من أكثر من 1300 صفحة لإدخال مدينة أسمرة في سجل اليونسكو للتراث العالمي، وقد وضعت في السجل في شهر يوليو من عام 2017. تجري في مديرية فرع أنشطة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه بهدف رفع الإنتاج الزراعي وتنمية البساتين. وأوضح مسؤول وقاية النباتات في المديرية السيد أسمروم شمندي وجود مساحة تقدر بحوالي 8200 هكتار من المزارع المنمى بالأمطار الصيفية والشتوية إلى جانب مزارع البساتين، ويقومون بأعمال فاعلة لبناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية للحد من انجراف التربة بالسيول القوية. وقال إن المزارعين يقومون بأنشطة الزراعة المروية الناجحة إلى جانب الزراعة المطرية. وذكر العمل الجاد لوزارة الزراعة لإدخال زراعة النخيل، وقدمت شتول النخيل ل10 مزارعين نموذجيين.
وأوضح بالرغم من الجهود الجارية بقدرات المزارعين والدعم الآلي المحدود وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لإصلاح أضرار السيول الجارفة المنحدرة من الجبال، فإن العمل يتجاوز قدرات المزارعين ويحتاج إلى حل دائم. دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهي مدراء المديريات للعمل الجاد للمشاركة الشعبية الواعية لمكافحة العادات الضارة. أوضح لدى لقائه سكان مديريات الرعتة ووسط دنكاليا وجنوب دنكاليا وجوب الامتناع عن استخدام العادات المؤثرة سلبا على الصحة لضمان الاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. وقال إن أنشطة إصحاح البيئة واستخدام المراحيض في جميع القرى جزء من ضمان الصحة العامة، وعلى ممثلي الشعب العمل بقوة لتنفيذ البرنامج بالكامل حتى نهاية السنة. وذكر مسؤول وزارة الصحة في الإقليم بالإنابة السيد محمد أنوار المجتمع للمكافحة الواعية لختان الإناث لأضرارها الجسدية والنفسية. من جانبه أوضح رئيس لجنة مكافحة العادات الضارة في الإقليم السيد محمد علي إقامة لجان من الشعب والجهات الحكومية في جميع المناطق لمكافحة العادات الضارة. وأوصى المواطنون لتنفيذ القوانين الصادرة لمكافحة العادات الضارة وتوسيع استخدام المراحيض والدفع بأنشطة النظافة. أوضح مسؤول المدارس في مديرية مصوع الأستاذ إسماعيل صالح نمو 90% من الآلاف من الأشجار المشتولة في السنوات العشر الماضية في المدارس. وقال إن الأشجار المزروعة تتناسب مع مناخ المديرية وغرست بإرشادات خبراء الزراعة، وإن الظلال والإخضرار أثر إيجابا على العملية التعليمية وحب التشجير لدى الطلاب. وذكر مسؤول وحدة التشجير في إدارة مدينة مصوع السيد سلمون الرعاية إن المؤسسات الحكومية ودور العبادة والمساكن عامة والمدارس خاصة من المشجرين الرئيسيين، وإن أغلب شتول الأشجار نمت باهتمام المعلمين والطلاب. وقد حصلت مدارس مديرية مصوع على الجوائز تباعا في السنوات الست الماضية بمناسبة 15 من مايو اليوم الوطني للحملة الخضراء نتيجة لأنشطة التشجير الفاعلة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية بعد الانقلاب الأخير في 24 من مايو، وبانتظار ضمانات حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في فبراير. وشددت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية أنه وبانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية المقدمة لها. وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض، وأيضا محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي. أوضحت الوزارة أن قوة برخان التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها راهنا. في المقابل علقت نشاطات قوة تاكوبا التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة الجهاديين. استدعت النرويج أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة لديها بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أمريكي على مسؤولين سياسيين من 4 دول أوروبية بينها النرويج. وأكد مكتب رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ أن وزارة الدفاع استدعت ممثلا عن السفارة الأمريكية لدى أوسلو على خلفية قضية التجسس الأخيرة. وكانت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى طلبت من الولايات المتحدة والدنمارك تقديم توضيحات حول التجسس المفترض على بعض المسؤولين. وكشف التلفزيون الدنماركي الرسمي وبالتعاون مع وسائل إعلام سويدية وسويسرية وألمانية وفرنسية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير إلى جانب مسؤولين رافعي المستوى في النرويج والسويد وألمانيا وفرنسا.
جددت أمريكا دعمها لإسرائيل بمناسبة زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن، حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده بالتفوق العسكري لإسرائيل، في حين ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع غانتس قضايا تهم البلدين. وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال استقباله غانتس في واشنطن إنه يبحث معه التطورات في غزة بعد وقف إطلاق النار والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، إلى جانب العمل للمضي قدما في المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. في السياق ذاته جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان دعم الرئيس جو بايدن الثابت لما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأكد سوليفان خلال لقائه غانتس التزام الرئيس بايدن بتعزيز جميع جوانب الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك دعم نظام القبة الحديدية. وقال البيت الأبيض في بيان إن المسؤولين اتفقا على انخراط البلدين بشكل وثيق لتعزيز أولوياتهما الاستراتيجية في المنطقة. سلمت الخارجية الروسية مذكرات احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية دخلت المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة قرب جزيرة ساخالين. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن حرس الحدود الروسي رصد سفينة إيهو مارو 172 اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية الروسية بالقرب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي. وأضافت أن السفينة لم ترد على إشارات الإنذار، وأثناء مغادرتها للمنطقة قامت بمناورات غير آمنة تجاه زورق خفر السواحل الروسي، مما عرض سلامة طاقمه للخطر. وكانت اليابان قد أعلنت أنها قدمت احتجاجا إلى موسكو على قرارها احتجاز قارب الصيد وطاقمه الأسبوع الماضي. ختاما سيداتي وسادتي، لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بأبرز عناوينها. إصابة 245 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط ينجز أعمالا مرضية. أنشطة لحماية التربة والمياه في فروه. فرنسا تقرر تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية. النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية على فضيحة تجسس. وبمناسبة زيارة غانتس لها، واشنطن تجدد التزامها بتفوق إسرائيل العسكري.